بص الحركة دي. بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت الجد جد، الكلمة مني السلام عليكم حبايب قلبي. بما ان البطاطس رخصت، يلا نعمل بطاطس نص مالية. طريقة التفريز الصحيحة والتسوية بكذا طريقة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما ان البطاطس رخصت، يلا بينا نعمل بطاطس نص مقلية. نفرزها مع بعض ونشوف البطاطس نص مقلية تتعمل ازاي. هي ما بتبقاش نص مقلية خالص. هنشوف اسهل واجمل طريقة من غير ولا نقطة زيت، وهتشوفوها ازاي هتطلع مقرمشة وجميلة. دول 12 كيلو بطاطس. بما ان البطاطس رخصت يعني يلا بقى نجري نجيب، وان شاء الله هقشرها وارجع لكم. يبقى قلبي بعد ما قشرنا الكمية كلها هنغسلها في مية كويس جدا جدا جدا، وبعد كده هنقطعها صوابع. لازم تبقى الصوابع بتاعتها كلها نفس الحجم عشان السوا بتاعها. طبعا الحجم اللي يعجبكم، بس الحجم ده بفضله في النص مقلية. بعد كده بنحطها بعد ما نقطعها في مية. طبعا الكمية انا بعمل حبة حبة، يعني بقطع واحط في المية قبل ما احط في المية المغلية على النار بربع ساعة بس. بعد كده بنحط مية زي ما احنا شايفين كده تغلي على النار، وعلى حسب كمية المية اللي هتحطيها. انا هعمل 10 كيلو بطاطس فهحط كوباية خل ومية طبعا كتير بالشكل ده. بعد كده ببتدي اصفي البطاطس واضيفها للمية دي. بتغلي غلوة واحدة بس، وبعد كده بطلعها على طول. يعني ما نكملش دقيقة ونص، دقيقتين بالكتير قوي. تغلي بس معايا غلوة واحدة ونطلعها ونحط غيرها. بعد ما غليت غلوة بنطلعها نصفيها كويس جدا ونحطها في مية ساقعة. بعد ما طلعناها في المية الساقعة، مية ساقعة او مية بتلج كمان عشان نوقف سواها، هنصفيها كويس جدا. هنحطها تتصفى كويس جدا جدا. يعني لو هنشفها بفوطة ننشفها بحيث ان ما يكونش فيها ميه خالص. اهو بالشكل ده لحد ما تخلصي الكميه بتاعتي كلها. ونحط تاني بقى ونكرر. هخلص حبه حلوين وارجع لكم. حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده بنرصها الواحده بوحدتها، مفيش تحتها بطاطس. احنا بنعمل كده زي ما انتم شايفين، رقات، راق جنب بعضه، عليه كيس وراق جنب بعضه، راق جنب بعضه كده، وبحطه يتفرز في الفريزر يتجمد. وكل مره بسحب كيس كده اهو الراق يعني نقليه. خلاص يعني بنرص كده بالشكل ده، بنرص كده بنظبط كده. وبعد كده لما الرصه كلها بتكمل نحط كيس، بنحط كيس تاني كده بالشكل ده ونرص عليه رصه تانيه، وكل مره نسحب رصه. هكمل وارجع لكم. السلام عليكم حبايبي. بعد ما فرزنا البطاطس يلا نشوف طريقه حفظها. ما شاء الله اللهم بارك، طلعوا 3 صواني كبار مليانين. هنشوف مع بعض هنشيلهم ازاي. هنجيب كيس زي الاكياس اللي انا مستخدماها، كيس كبير. شوفوا بقى، يا هتشيلوا رق تفكوا عادي جدا، لان احنا حاطينه جنب بعضه. يعني احنا حاطين رصينه جنب بعضه، فهي دلوقتي خلاص جمدت، نقدر نحطها في كيس شفاف وتتربط عادي وتبقى كل واحده في كيس. بس انا بشوف ان انا لما اشيلها كلها اهو زي ما انتم شايفين كده، اشيل كل الرصات، شوفوا كام رصه، كل الرصات وادخلها في الكيس. شلناها اهو من الصينيه، ندخلها في كيس عادي. على فكره بعمل كده في تفريز المانجا وتفريز كل حاجه اهو، من غير صواني ومن غير حاجه. هناخد اللي بعدها برضو نفس الموضوع اهو، نشيلها كده
كل الرصات زي ما احنا شايفين، وهندخلها. وكل ما اجي احتاج باخد رصة رصتين على قد احتياجي اهو الكيس، وبروح ربطاه كويس جدا جدا وخرج منه الهواء ويتشال في الفريزر. يلا بينا بقى نقليها ونشوف هتطلع مقرمشه وجميله ازاي. حبايب قلبي زي ما قلت لكم، يا بتاخديها وهي مجمده اهي كده بعد ما اتجمدت في الرصات بتاعتها وتحطيها في اكياس، يا بتسيبيها زي ما هي. انا عملت لكم كام كيس بس عشان اوريه لكم، لكن الباقي حطاه زي ما هو برصته. بيتهيالي كده هيبقى اقل في التخزين في المكان، الاكياس بتاخد حيز اكبر يعني، وده بيرجع لك انت. فانا عملت كده زي ما احنا شايفين كام كيس كده، لكن الباقي زي ما هو عاملاه بشد بسحب الكيس الرصه بقليها. خدنا هنا شويه منه هنعمله في الاير فراير، والباقي هقليه ونشوف انه اللي هيطلع احسن. عندي بخاخة الزيت، هبخ كده بخيتين زيت بس. بعد ما بخينا بقلبهم كده في الزيت زي ما احنا شايفين مجمدين، لسه مجمدين. اهم حاجه ان انت لما تعمليها تشيليها بسرعه، علشان لما قعدت شويه معايا بره وانا عشان التصوير ادت ايه بعض اللون، ما بتديش اللون دوت لو اتشالت في ساعتها. هنحطها في الاير فراير وبعد كده نشوف المقلي في الاير فراير والمقلي في الزيت. حبايب قلبي دي اللي اتعملت في القلايه الهوائيه الاير فراير، وده اللي اتقلى في الزيت. هندوق مع بعض. على فكره بتقرمش وفظيعه. شوف بقى اللي اتعملت هنا، هي مش كلها لونت. بصوا بقى اللي اتعملت في الاير فراير طريه شويه، طعمها مختلف لان طبعا ما فيهاش زيت كتير، ده هي معلقه زيت واحده، اقل من معلقه زي ما انتوا شفتوا بخيتين 2. والزيت لو انتوا شايفين طالع كله فوق، فبقت اصبحت هي خاليه من الزيت، يعني الزيت ما عادش فيها. طعمها كويس، بس اكيد المحمره ديت احلى. بصوا بتقرمش ازاي. بالهنا والشفا عليكم يا رب. الوصفه ناجحه جدا جدا جدا، واحلى من اللي بنجيبها من بره. كمان انا عملت المدوره اللي قلت لكم عليها، وهي كمان مقرمشه حلوه قوي، وكمان فيها سمك، يعني مقرمشه على طريقه كده لذيذه جدا. كمان تقدري تاخديها تعملي منها صينيه بطاطس سريعه جدا، لان انت محضراها في الفريزر، هي نص سلقه يعني ما تعتبرش نص مقليه، فمش هتاخد وقت على النار معاك. انتظروني مع كل جديد وعلى قد الايد في القناه بتاعتنا، وبألف هنا وشفا.